العالم بيبيع لي ان انا لازم اكون مبسوط. في ناس بتقعد بقى طول حياتها تدور على مصدر السعاده، يعني بيجربوا كل حاجه عشان يلاقوا السعاده. ايه هو مصدر السعاده الحقيقي؟ اوكي، سؤال حلو قوي. في فرق بين السعاده وما بين الجوي او الفرح. في الانجليش لما تقرا ترجمات الانجليش، لما بتكلم على الكتاب المقدس تلاقي الفرق واضح جدا، بس في العربي ساعات بيدمجها. في فرق روحي رهيب ما بين الفرح والسعاده. يقول في نحمية مثلا ان فرح الرب هو قوتكم. الفرح فرح داخلي، السعاده سعاده من مواقف بتحصل طالعه نازله. الفرح ابدي طول الوقت، ملوش علاقه بالظروف. السعاده مرتبطه بموقف ممكن يحصل دلوقتي وممكن يخلص وممكن يحصل حاجه تانية وممكن يحصل عكس. فالسعاده مختلفه عن الفرح. الفرح الحقيقي اللي ربنا بيديه ده الفرح اللي بيخليني طول الوقت مبسوط، وانا موجود في الارض انا مبسوط حتى لو الظروف طالعه نازله. ففي فرق رهيب ما بين السعاده وما بين الفرح. السؤال ده مرتبط شويه مش ازاي بدور على السعاده او الاقي السعاده ازاي اللي موجوده في العالم، لكنه مرتبط بالمايند سيت، بالاكسبكتيشن. هو انا موجود في هذا العالم علشان ابقى مبسوط. يعني انا هدفنا انبساطك. انت موجود حتى في العالم ده، بقت كل حاجه انا موجود عشان انبسط. انا يعني بروح الساحل وبشتري حاجه تانية وبيت تاني وبيت خامس وبشتري عربيه، بعدين اشتري عربيه تانية، وبعدين اجدد العربيه الاولانيه، وبعدين لازم اكل في المطعم الفلاني. انت ما رحتش المطعم ده ازاي؟ ده مطعم رهيب. هنروح. اوكي. فانا طول الوقت حاسس ان انا العالم بيبيع لي ان انا لازم اكون مبسوط، انا لازم اكون مرتاح. الكومفورت زون بتاعي انا لازم ابقى مبسوط طول الوقت. لا، انت مش لازم تبقى مبسوط طول الوقت. المايند سيت والبرسبشن لازم يتغير، عشان لما بيجي موقف صعب الاقي الساعه 2 الصبح مكالمه تليفون وانا نايم. انه ده ما حصلش معايا، انا بدي مثل مع ناس تانية بابا كمان. او وانا في الشغل الساعه 12 الظهر في البريك الاقي مسج احنا الريزلت بتاعت الاكزام طلعت والتست طلع بوزيتيف، عنده كانسر. فالاخبار السيئه الاقي حد مديري جاب لي في المكتب وقال لي احنا ام سو سوري، لازم في لاي اوف، لازم هتسيب الشغل. فكل الاخبار السيئه دي ده اللي بيعكس انه انا مش مبسوط. لا، هو الاكسبكتيشن لازم تتغير. انا هنا مش بيتي الابدي، في وقت صعب. والمسيح قال يعني الترنيمه الجميله بتاعت لولو انه المسيح ما خباش علينا. هو ده كده فعلا، يعني في العالم سيكون لكم ضيق. فانا السعاده مفهومه عندي بالنسبه لي وانا موجود على الارض. ده طالع نازل مع الظروف، ويمكن يبقى في ظروف صعبه. فانا مش بهيئ نفسي، المفروض اهيئ نفسي من الاول ان انا يمكن امر بظروف صعبه، بس لانه في ظروف صعبه الفرح اللي بيعطيه الرب ده ملوش علاقه بالظروف. فانا حتى في ظروفي الصعبه انا ينفع اكون فرحان ومبسوط.